هاي النتيجة النهائية للتكة مال الدجاج. تقدرون تضيفون وياها بوتياتا كتلات والف عافية. أكلة من اختراعاتي اللي هي قطع دجاج، قطعها مكعبات وأسويها بهذه الصوص اللي عندي، ترياكي، هيربس، جارليك، وعصير ليمون، ملح، بابريكا، وخلاص. هذا هو نوعية الدجاج اللي أقوله أني، كلش طيب إذا تسوونه تكة. أنا راح أسويه بالطاول جريل، أشويه على الطباخ وحشوفكم النتيجة مالته. هلا حبايب، هاي طريقتي شلون انزع العظم من اللحم. هذا اللحم القطع اللي يسموها ثاي. هسه ايش راح اسوي؟ اقطعها مكعبات مثل هذا الشكل، اخليه هو والشحم مالته عادي ما عليه اي اشكال، واغسله انقعه بالليمون، وبعدين انشفه، وبعدين اضيف الصوص، وحرجع لكم ويا طريقه. شوفوا هسه هنا اني غسلته بالليمون، بعصير الليمون، وبعدين طبعا هاي الاكله اسرع شي للي مثلا يريدون وجبه سريعه، فهاي اسرع شي. تغسلونه بالليمون، وبعدين تضيفوا بعد ما تقطعوه طبعا تضيفوا له البابريكا حتى تعطيه نكهه، وشويه تشيل من الزفره مالته، وضيفوا له صوص هذا الترياكي خاص للدجاج، وبعدين تضيفوا له الهيربس جارليك هماتين خاص بس للدجاج، تضيفون كمية اوكي، والملح. ضفت الملح بعد ما خليت الصوص النوعين. طبعا ما تحتاجون اي بهارات تخلون، لان هي اصلا يعني هذه الهيربس مجموعة يعني مال الخضار مخلينها، من ضمنها اللي هو الثوم، ومجموعة الاعشاب اللي حاطيها وياه هي اللي راح تنطي طعم ونكهة، والريحة كلش طيبة طبعا. وهذا الترياكي ما بي يعني نسبة ملوحة زيادة، فهسه اني خليتهم نقعتهم بهذا الصوص، وبعد